مساء الخير. هاد الليلة جيت نعاود ليكم قصة وقعت لواحد السيد والو كيشد الطريق بالليل وتيقول على لسانو كنت شاد الطريق السيارة جهة شيشاوة مع ديك الجوج ديال الليل. اللي داز من تماك عارف ديك الطريق كيف كتولي الخلا والقفار والساعات وما باين غير الخطوط البيضاء ديال الكودرون كيتجرو تحت الضو ديال الرموك ديالي. الراديو اللي كنت طالق ولا كيتسمع منه غات الشاش حتى طفيتو وخليت غير الصوت ديال الموتور ديال الكاميون اللي كيتسمع بالجهد في داك الخلا والقفار. واحد شويه الضو العالي ديال الكاميون ضرب في خيال كحل وسط الطريق. لحمي شوك عليا بركت على الفران بكل ما اوتيت من جهد حتى كان على شويه الكاميون غيتقلب بيا كل ما حفظنيش الله. والروايد دارو حتى شميت ريحه الكاواتشو محروق. نزلت وانا كرجف وقلبي كيضرب بالجهد. كانت واحد المراه واقفه لابسه جلابه كحله باليه ومقطعه من التحت ومغطيه راسها بخرقه كحله. ما بغاتش كاع تهز عينيها فيا حانيه راسها الارض وبدات كدندن بواحد الصوت مبحوح بارد كيدخلني شلادام. ولدي طاح ليا في الشق. هبط جيبو عافاك هبط جيبو. تلفت جهة الحاشية ديال الطريق فين كانت كتشوف ما بانت ليا لا حفرة ولا بير كاين غير واحد الشق ضيق وغارق وسط الارض بحايله ضربها الزلزال وخارجه منه واحد البروده كتجمد الدم في العروق مع ريحه خانزه ديال الكبريت. درت عندها بغيت نقول ليها راه ما كاين والو وهنا كانت الصدمه. المراه بدات كتمطط وكتشبت قدام عينيا بحال شي خيال طويل ديال الشمع. العظام ديالها كيتسمعوا كيطرطقوا طوالت حتى فات الكاميون في الطول ديالو والجلابه ديالها تشرقات وبانوا رجلين ماشي بحال ديال الانسان وانما بحال ديال المعزه كحلين وفيهم ضوافر طوال. وهزت فيها راسها وجهها ما كانوش فيه الملامح عباره عن جلده كحله ملسه من غير جوج عينين واسعين حمرين بحال الجمره ديال العافيه. هنا عقلي حبس. نقصت في الرموك سديت الباب ودوزت الدوزيام وكسريت على كاع الخيل اللي في الموتور. الرموك غوت وانا كنشوف في المرايه اللي جنبي لقيتها جايه كتجري ورايا كتحرك بحال العنكبوت وغاديه بنفس سرعه الكاميون اللي هو 100 كيلومتر في الساعه وكتطلق واحد الضحكه هيستيريا مرعبه كتسمع وسط راسي ماشي ودنيا. في نص الطريق بدا الفيلم الكبير كيتسمع خبط مجهد فوق السقف ديال الكاميون بحال شي حد تينقص فوق منا وموراها بدات تخرشش وتخبط بالجهد على الصندوق ديال الرموك من اللور. الكاميون كامل كان كيتزعزع في الطريق بحال شي ريح عاصف باغي يقلبو. كنت شاد الفولون بيديا بجوج وانا كنقرا اللي حفظت من القران وكلي كنصب العرق. بقى هادشي مستمر وهاد الصداع وهاد التخرشيش حتى بانت ليا من بعيد البلاكه ديال محطه الاستراحه وتما قررت انني غادي نمشي ليها. ما جيت فين نوصل حتى فجأة ما بقاش كيتسمع لا حس ولا حتى شي حاجه وفداك التخرشيش والضرب في الكاميون حبس. دخلت المحطه وقفت حدا الرموك ونزلت ورجليا ما هزينيش بقوه الخلعه. شعلت البيل ومشيت جهه الصندوق دلور تما وقفت مصدوم. الفوق ديال الكاميون كان كله مجروح ومشرك بخدوش غارقه والحديد معوج بحال شي حد عنده الضوافر ديال الفولاد كان باغي يحل الصندوق بزز باش يوصل ليا. كيقول بلي من تماك ولا كيخاف يشد الطريق بالليل وحلف عمرو يعاود يحبس لشي حد في الطريق. الا كنتو شادين الطريق بالليل وبانت لكم شي مرا واقفه واش غادي تحبسوا وتنزلوا لعندها اولا غادي تستمروا في طريقكم؟ خليونا الجواب ديالكم في كومونتير وما تنساوش الاشتراك في القناه.